السلام عليكم. واحد من ضمن اخطر الحاجات دلوقتي بتقابلنا كشيفات او ستات بيوت، الناس اللي بتشتغل في الاكل عموما، هي الديب ماسل ديزيز. وهو مصطلح يعتبر مش جديد ومش قديم في نفس الوقت يعني. الديب ماسل ديزيز، هل هو مرض؟ هل هو عدوى بكتيرية؟ هو ايه بالظبط؟ النهارده ده اللي هنعرفه في الحلقه النهارده. انا احمد محمود، ودي قناتي وصفه سهله مع احمد. بدعوكم ان انتم تشتركوا في القناه، تابعوا الحلقه دي، ان الحلقه دي مهمه جدا. على فكره انا صورتها 4 مرات، وكل مره بعيد التصوير بسبب ان انا بحاول اوصل ل لاصل الحقيقه بتاعت الحاجه دي، لان احنا ما بنقولش في القناه عندنا هنا اي معلومه مستلمه. الديب ماسل ديزيز هو لون اخضر بنلاقيه جوه الفراخ او جوه الدواجن عموما، بالاخص الفراخ. بنلاقيه في العضله العميقه او العضله اللي بتبقى جنب العظمه، بيبقى لونها اخضر وساعات بيبقى لونها رمادي. ناس كتير قوي بتقرف من الحاجه دي وما بيعرفوش اساسها ايه وايه مشكلتها. اولا الحاجه دي بتيجي دايما في فراخ التسمين او فراخ التجاريه اللي هي بتاخد دوره 45 يوم، بتبقى فرخه 2 كيلو او 2 كيلو 500. طبعا التكبير او التسمين السريع ده بيأثر على العضلات او اللحمه اللي على العظم بتاع الفرخه، فاكننا بنحط حمل فوق حاجه ضعيفه وحمل متزايد في وقت قصير. الحاجة دي طبعا بتأثر على الفراخ جدا، وبالذات لما بيكون المربي حاطط كمية فراخ كبيرة جدا أكبر من استيعاب العنبر. فلما بيجي يخش بقى عشان ياخد الفراخ بعد ما اتسمنت، فبيحصل هرج طبعا في الفراخ وكده، فبيحصل ان الفرخة ايه، اكنها واحد مش مسخن وفجأة واحدة كده لقيته بيجري ماراثون. يعني كان واحد ما عملش تسخين للعضله او وورم اب ودخل يجري في سباق مره واحده، فايه اللي بيحصل؟ بيحصل تمزق عضلي وبيحصل الكلام ده كله. فالديب ماسل ديزيز هو عباره عن تمزقات عضليه بتحصل جوه الفراخ. طيب، عرفنا بتحصل من ايه. دي بتيجي طبعا بسبب الحركه العنيفه للفراخ جوه العنبر مره واحده، او بسبب ان هي بتكون جوه النقل، او جوه القفص بتاع الفراخ وهو بيتنقل. طب هل هو عدوى بكتيرية او كده؟ لا، هو مش عدوى بكتيرية ولا اي حاجة. هو عبارة عن ان العضلة ما بيوصلهاش تروية بسبب ان هي واقفة على طول، فما بيحصلهاش تروية، ما بيحصلهاش نقل سوائل ودم وكده. من الاخر يعني الدم ما بيجريش فيها، فبيحصل لها الموضوع ده. مش عدوى بكتيرية، هو عبارة عن تمزق او تجلط دموي في حتة معينة في الفراخ. بنحصل ايه لو احنا لقينا الموضوع ده؟ لو هي الفرخه فريش، بنشيلها بالسكينه، بنستأصل الجزء ده بالسكينه وبنسويها عادي، ما بيبقاش اي مشكله. ده بالنسبه للفرخه الفريش. لكن لو فرخه مجمده،